السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ومعاكم أحمد عبد الغني. جه ميعادنا في رسالة جديدة من رسالة النهاردة. هو مثل أنا بصراحة سمعته من قريب بس عجبني أوي. يقول لك إيه؟ حبيبك ها يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما بيحب حد بيبدأ إن هو التاني لما بيغلط، طبعا بعيد عن الأساسيات اللي هي إيه؟ الضرب، الإهانة، التجريح، الخيانة، حاجات اللي هي يعني ما فيهاش يعني كلام، يعني ما فيهاش كلام لما بتحصل. فالاخطاء العاديه، لان احنا كده بني ادمين. فيبدا ان هو يبرر له عشان ما يزعلش منه، ويبدا يتغاضى ويبلع عشان ما يزعلش منه. طبعا الطرف التاني اكيد لازم يكون بيقدر ده، عشان يبدا الشخص ده يبلع له الزلط. لازم التاني يبقى حدق، والتاني يبقى بيبدا ان هو يقدره ويقلل من الحاجات، من الزلط دوت. فده بتبقى حاجة جميلة جدا، وده الحب اللي بجد. والحب بيبقى في الله. أما عدوك بقى اللي بيتمنى لك الغلط، هو في الأصل عامل حبيبك بس هو عدوك، لأن هو بيتمنى إنك تغلط غلطة علشان يبرر لنفسه فجره في الكلام، في الإهانة، ضرب، أيا كان بقى إيه. بس عشان يبدأ إن هو يبرر بس الفجر اللي جواه، اللي عايز يطلعه وعايز يعمله. عايز شماعة بس كده يعلق عليها الفجر اللي عايز يعمله. فده عمره ما كان حبيب، ده عدو. وفي الغالب بتلاقيه قريب منك وممكن يكون منك وعامل فيها حبيبك، ولكن هو عدوك. هتبدأ تفرز الحبيب من العدو. حبيب اللي يبرر ويقدر ويسامح ويعدي، في حين انك انت ما تجيش على الاساسيات وتبقى انت بتقدر ده. والعدو ان هو بيتمنى انك انت تغلط علشان يبرر لنفسه الفجر اللي جواه ليك، ونفسه ان هو يطلعه عليك. ففعلا فعلا يعني مثل حلو جدا. وهتنسى ان حبيبك يبلع لك الزلط ويبرر لك افعالك لو انت اخطأت بعيد عن الاساسيات. وعدوك اللي هو اساسا عامل فيها حبيبك بس هو مش حبيبك، يتمنى لك الغلط. ليه؟ عشان يبرر الفجر اللي جواه، اللي نفسه يطلعه عليك وبيطلعه عليك. فاوعى تنسى. اشوفكم في رسالة دي من رسائل احمد غني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.